السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلاد الساد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. لف ودوران احتمال 90% الجزائرية الأرضية على النايل سات تذيع منتخب مصر والسنغال اليوم، فقلت أعمل لك فيديو شرح سريع إزاي تضيف الشفرة وإزاي تضيف التردد لكل أجهزة اتش دي. لو جهازك 1506 تي في واتش في داكي فلاشه 4 ميجا واي فاي داخلي، لو جهازك 1506 تي في واتش في ال ام فلاشه 4 ميجا، لو جهازك 1507 جي داكي فلاشه 8 ميجا، لو جهازك 2507 ال ام فلاشه 8 ميجا واي فاي داخلي او خارجي، ولو جهازك 1507 جي فلاشه 8 ميجا ال ام، ولو جهازك 1507 ال ام فلاشه 8 ميجا، 1506 تي في اتش في فلاشه 8 ميجا واي فاي داخلي، او 1506 تي في واتش في داكي فلاشه 4 ميجا، او ال ام. بصراحه باختصار لكل الاجهزه الاتش دي وكل الريسيفرات بطريقه سهله جدا. هنخش منيو التركيب، هننزل على قائمه الترددات، احمر اضافه، هنضغط 118 وهنضغط هنا، هننزل تحت معدل الترميز 27500 27500 افقي، هنعمل اوكي. لو قال لك التردد موجود هتلاقي التردد عندك. لو عملت بحث ولقيت القناه ما نزلتش في اخر الريسيفر هتلاقي القناه موجوده على النايل سات عادي. عايز تتاكد امسح التردد خالص وضيفه من جديد، هينزل في اخر الريسيفر. هنعمل ازرق بحث، اوكي. زي ما حضراتكم شايفين القنوات نزلت تمام. هنعمل اوكي حفظ. القناه قافله خالص اهو. الطريقه اللي هقدمها لك النهارده لكل اجهزه الداكي في طريقتين، هنضغط صفر، هنضغط 11 14 صفر. واحد يقول لي يا عم بلا انت بتكتب الاصفار بسرعه كده، انا معلمها لحد رقم 3 تمام. هنروح جاي عاملين ازرق تاكيد. زي ما حضراتكم شايفين القناه اشتغلت تمام معانا بدون اي مشكله. تانية لاجهزه الداك هما طريقتين فقط لا غير عشان ما حدش يهري معاك كتير. هتخش على الوسائط 1506، دي الطريقه الاولى اللي احنا عملناها. تخش على البقعه، هتخلي عندك الشفره بيس فوق اهيت، هنعمل اضافه احمر، وهتروح جاي كاتب هنا التردد، وهتسيب دي زي ما هي، وهنكتب هنا ال 11 14 صفر، وهنا معدل ترميز 27500، وهنا افقي، وهنعمل اوكي. ودي الطريقه الثانيه لكل اجهزه الداك. يلا نخش على ال ام. تردد في كل الاجهزه. هنا بقى جهاز ال ام هتقف على القناه وتضغط 8899 لكل اجهزه ال ام. يا جماعه ركزوا معايا. تمام ما اشتغلتش، هتضغط على الزرار اللي تحت الاصفر، الزرار اللي تحت الاصفر ده اهو لاجهزه ال ام. المربع ده هنضغط 11 وننزل على كلمه موافق تحت ونعمل اوكي. كيوماكس هتضغط على البلس البيج، ولو جهازك اللي هو السمارت اللي هو الجوتو هتضغط على الجوتو هيظهر معاك المربع، ولو جهازك مونتاج هتضغط على الاشتراك والاعجاب عشان الناس كلها تستفيد. كده قلت لك اضافه شفره لكل اجهزه الاتش دي.